نزلني وطلعني باش نعاود اطلعها. خليني اوكي تفضل اخويا الفاسي. ايوه لا لحظه دقيقه فاسي، اذا سمحت لي فاسي. مرحبا. يعني انا ادري ان لكم خصوصيه كمغاربه، لكن ان ياتي واحد يقول لي انت لن تفهمنا. ليش يا اخي؟ انت مو بشر مثلنا ولا على راسكم ريشه مثلا؟ يعني ايش معنى ما افهمكم يا اخي؟ من اكل انا اكل 40 خبزه وافهمكم على طول، وانا ادعي الان انني غبرت اغوار النفسيه المغربيه، وادعي انني يعني لا تصوروا الانسان المغربي على انه كائن هلامي، كائن زئبقي، كائن عايش في كوكب ثاني. لن تفهمنا. والدماء المغربيه، ايش دماءكم؟ انا ايش دخلني في دماءكم؟ كلنا فينا دم محرم دي ان اي وما ادري ايش دخلني في الدماء. لا تهولوا مساله لن تفهمنا. انا اعرف ان لكم خصوصيه وانكم تختلفون عن بقيه الشعوب، لكن هذا لا يعني انكم مخلوقات غريبه اشباح لا يستطيع احد ان يفهمكم. لا نفهمكم يا بنت الحلال. 7 شهور نعيش عندكم ونفهمكم ونفهم كل شيء عنكم، ما عندي مشكله. انا تفضل يا اخي. شكرا خويا الفاسي. تفضل اخويا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي الطريشه هي هذيك دير جمعتنا. تحياتي الرجل البراري اصل طيب. تحياتي للاخ اسعد الشرعي. حصلنا الشرف اول مره. اول عندي 4 الاسئله تحت ونتكلم معك. خسير سير. لا حبذا ولو الاخ اسعد يفتح لي الكاميرا ديالو هذه اللحظه حتى هو باش نتباشر معاه، لان هذا الشيء اللي غيلقى من عندي دابا انا ما عمرو شافو من شي حد، ما عمرو سمع عند شي حد. ممكن تشعل الكاميرا اسعد؟ تفضل. الصوت ميكرو. هو بلاتي راه تكلم دابا، هو راه بريح الميكرو. تفضل. باش انا غنتكلم معاك كلام عمر واحد تكلم معاك، انا ما غنزوقش الكلام، ما غنهضرش معاك كلام ثقافه، غنتكلم معاك كلام ولاد البلاد. اول حاجه هذه سنه وانا كنطلبك الكيست، ما عمرك طلعتيني عندك الكيست. ما هو السبب؟ واش ملي كتشوف الفاسي كتقول لي عليه هذا مغربي ما غنحميش به السوق، والاغلبيه كتركز على يعني الاعلام الجزائريه؟ جاوبني على هذا السؤال ونمشي معك سؤال بسؤال لكن باش ما ندوخكش. لا انا لما اطلع العلام الجزائري اوكي، يعني اوازن النقاش، يعني بيكون النقاش جزائري مغربي، يعني المغاربه يطرحوا رايهم لابد من صوت جزائري. اذا انا نسيتك مو معنى انه قاصدك. وانا افغاني، انا حط لك الفاسي. لحظه يا اخي، أنا لا تفكر انني اتعمد شخصك الا يطلع. لا، في غيرك كثير ما يقدرش. الزحمه كثيره جدا في اللايف، ما اقدر اطلع الكل. فانا الاخ عزيز الان يعاني، اكيد الان يعاني انه عنده ضغط، ناس يريدوا يطلعوا. كم نطلع وكم نبقي؟ اللي بعدها صاحبي يقول. اوكي اللي بعدها صاحبي. اللي بعدها يا صاحبي هو كتقول بان ملكنا وحبيبنا، يعني لنفترض كان مكره في التطبيع، يعني طبعنا رغما عنا، ولكن اللي كنشوف ما تراعيش واحد المره على هذا الموضوع وتجمع وتطوي مرعاة لذاك الملك الحبيب اللي انت يعني كتكون كل احترام والتقدير، يعني تجمع وتطوي على هذا الموضوع، ما تعاودش تتكلم فيه. يعني كرما للمغاربه. لحظه وانت هضرنا الفاسي، راه هضرنا بزاف على التطبيع الفاسي الله يرحمك. لا غير هذا بطريقه واحده اخرى. يعني دقيقه هنا فقط، يعني انوي يا اخي. شوف، انا الان ضيف عندكم، من يسال عن التطبيع؟ انتم من يثيره وليس انا ضيف اليوم، ضيف. هل سمعتني اتكلم عن التطبيع؟ انا ارد على اسئلتكم. انتم من يثير التطبيع ثم تنزعجون من التطبيع يا اخي. غلطكم انتم. انا بغيت نجمع ونطوي، يعني هذا ضيف اللي راه ماشي انت، ولكن الفاسي راه 40 واحد نفس السؤال. انا طلعت انا باش تبدلناش. الله يحفظك اخويا الفاسي، الله يحفظك. واخا كاين في اللايفات ديالك يا اخي اسعد كيتمروا عليك مغالطات بكلمات انت ما كتفهمهمش. ومؤخرا في اللايف ديالك اللي كان قبل ما تجي عند السي عبد العزيز، واحد يعني طالع وباغي يخليك تكتب. يعني لو تحاول تتعمق في اللغه والدارجه باش تبقى تفهم شي كلمات تيمروهم عليك، ولكن حنا ما الغالب الله ما تلقاوش الكلمه مرات عليك حتى نقولوا تيحشيو لك الهضره، يحشيو لك الكلام. علي اشياء حفار القبور هاو ياسر مركز على
بعد ما يكونش اوكي. السؤال الثاني واش غادي يمكن لك مره اخرى في اللايفات ديالك طلع جوجو كادر؟ انا حبيبي يطلع اهلا وسهلا به. لا 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 ما يطلع. خليه يطلع. علاش؟ لا يطلع. لو حب يطلع خاصو يعمل صداقه 60 راه كيلو. تودك دابا، راه خاصو يتصبن عاوتاني. خليه يطلع تصبنوه شويه، راه تودك. شكرا. شكرا الفاسي، شكرا لك. تحياتي، بارك الله فيكم. شكرا خويا فاسي. قبل ما تهبط اخويا، انا باقي لي نص ساعه. باقي لي نص ساعه وخلاص، راه قربنا نساليو. شوف اخويا، نقولها لك قدام اسعد. قضية أن أسعد يسكت على التطبيع إكراما للملك أو للوزير أو للشعب، احنا مطبعين بالعلانية. احنا أسعد يبقى يهضر على التطبيع حتى إلى قيام الساعة لا يغلق. أسعد هو اللي غيحدد العلاقات المغربية مثلا الجزائرية أو العلاقات المغربية الإسبانية أو العلاقات. أنا تنقولها هنا في وجهه، أنتم تعطون لأسعد أكثر من قيمته بعض الخطرات. وكأن أسعد إن تكلم عن التطبيع فسقوط المغرب وسقوط الهيبة وسقوط من هو أسعد. أقولها لكم أمامه، أسعد تيك توكر، يوتيوبر، ناشط في المواقع. يعني علاش كنحملوا الشخص أكثر من، يعني أنتم تضعون الملك في كفة وأسعد في كفة. هذا خطأ أخي بأخويا، هذا خطأ. وتكلم لا يعني بغينا نجمعوا نقولوا على هذا الموضوع. لا تكلم مثلا على الرئيس الامريكي او الرئيس الاسترالي او مثلا حتى تبون. لا عرض ان تتكلموا عن تبون وتحطوه في كفه مع الملك في كفه. لا يمكن. هذا ملك. احنا نحبه يعني كالاب ديالنا، ولكن كتقول اسعد اكراما للملك. هنا راه خطا اخويا بخويا، خطا. ممكن اخي ممكن، ولكن انا هو اسعد يقول لك وانا الملك لا يعلم حتى اسمي. انا ما دراني ان هذا الملك كيعرف حتى سميتي. اذا نخليو القضيه في امورها. القضيه ديال غير بعجاله اخويا عزيز، رايت اليوم الجزائريين وكانهم يرون مقابله ديال كره المضرب ديال التنس، وكيشجعوا الطرفين، كيدوروك لبنى، كيدوروك أسعد لبنى. أنا ما عليكم إلا أن ترجعوا إلى لبنى السريعة وتفرجوا فيها وكولوا الشوما الذي كانت تأكله عوض العدس واللوبيا. ارجعوا إلى أركودي لوبيا. السي عبد الحق، ارجع إلى أركودي لوبيا. وأقول لك أنه كان يقول لها اركضي لبنى يا لبنى السريعة، اركضي. نعم السي عبد الحق، والله قد أصبحتم في الحضيض. وأعظم السلام إلى لبنى، والتي لن تنطلي علينا تلك الحيل ديالكم. لبنى بنت المغرب، وتقدمت بطرحها بشكل مؤدب ومهذب، وهذا ينقصكم. واليوم أصبحتم تتبنون القتل العمد وتربطون قتل المصطافين بمنطقة السعيدية بما يجري في مناطق مسلحة. خسئتم يا من وضعتم كفة المناطق المسلحة والمناطق المحسوبة أنها مناطق عسكرية ومناطق معسكرة ب4 مصطافين. قبح الله سعيكم يا من جعلتم من 4